صباح الخير أو مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفي. النهارده هنعمل قرص محشية عجوة أو محشية جبن. اعملي الحشو اللي يعجبك بطريقة سهلة وبسيطة. الكمية اللي مش شايفينها ديت بنص كيلو دقيق هنقدر نعمل شوية قرص كده محترمين. تنفع للفطار بكوباية شاي بلبن، تنفع في العشاء كوباية شاي كده معتبرة. ويلا بينا نشوف عملناها بأسهل طريقة ازاي، وازاي نعملها بالحشو اللي يعجبك بالجبن أو بالعجوة، وازاي العجوة ما تنشفش. وهنقول كل الأسرار ديت بطريقة مبسطة في الفيديو. اول حاجه انا جبت نص كيلو دقيق وحطيت عليه كيس من الخميره كامل، وحطيت بيضايه بس، حطيت بياض البيضه بس. حطيت كوبايه من السمنه، ممكن سمنه على زيت، ممكن سمنه بس. اعملي اللي يعجبك، بس نتجنب ان هو يبقى زيت بس علشان ما ينشفش منك. حطيت كوبايه اللبن، وحطيت ربع معلقه من الملح. حطينا كل المكونات كده زي ما انتم شايفين كده، وابتديت ان انا اعجنها. حطيت طبعا كوبايه اللبن، ممكن الدقيق بيختلف عن كل واحد، لكن انا هنا زودت. انا كانت كوبايه لبن الى حاجه بسيطه، هنا كملتها كوبايه بالظبط. زي ما انتم شايفين كده عجنتها. يعني هي عجينه سهله، ولكن هي مش زي عجينه البريوش اللي انا عملتها معاكم، او عجينه الفينو بتبقى طريه. لا، هي بتبقى تشبه العجينة المبسوسة، اللي هي القرص المبسوسة، ولكن دي بنعجنها مش بنبسها. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما عجنتها كويس جدا حوالي 5 دقايق، هبتدي ان انا اغطيها. بس قبل ما اغطيها هدهنها مادة دهنية زي زيت او سمنة من فوق الوش كده، واسيبها تختمر. احنا طبعا عشان الشتاء، فممكن بعد ما نغطيها تاخد حوالي ساعة. هنا جبت العجوة بتاعتي وجبت الجبنة. اعمل الجبن او الحشو اللي يعجبك. جبت العجوة وحطيت عليها معلقة من السمنة، ممكن تحطي عليها قرفة، ممكن تحطي عليها سمسم مع معلقة السمنة، واجنيها مع بعض او تعملي الطعم اللي يعجبك فيها. يعني بالقرفة او بالسمسم او بالسكر، اعملي اللي يعجبك. هنا زي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا اقرصها بعد ما سبتها تختمر. وعلى فكرة مش هتختمر الشكل اللي انت متعودة عليه زي العجينة، عجينة الفينو او البريوش، لان هي فيها مادة دهنية كتير عن عجينة البريوش او عن عجينة الفينو. زي ما انتم شايفين كده، بس هتلاحظوا الاختمار بتاعها. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اقرصها، وابتدي ان انا احط الحشو بقى. انا حطيت جبنه هنا حادقه اسطنبولي حادقه او براميلي. اعملي الحشو اللي يعجبك او الجبن اللي تعجبك. وزي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا الفها كويس. وخلي بالكم ان تكون العجوه ما تبانش منك في العجينه، علشان ما تلمس الصاج، عشان ما تتحرقش منك. هكون مشغله الفرن بتاعي مسبقا زي ما انتم شايفين كده. من فوق الوش بقى عايزه ادهنها لبن، عايزه ادهنها بصفار البيضه، لان خلي بالكم انا حطيت بياض بيضه بس للنص كيلو، ما حطيتش الصفار. عايزه تدهنيها بالصفار، عايزه تدهنيها تحطي بالصفار مع شويه لبن، او قهوه سريعه الذوبان، او انك انت تحطي معاها فانيليا، او اعملي اللي يعجبك. عايزه تسيبيها بس كده مفيش مشاكل. عايزه تحطي معاه شويه اللبن او قهوه سريعه الذوبان، شويه فانيليا، اعملي اللي يعجبك. هي كده كده هتطلع لونها احمر زي ما انتم شايفين كده، وبقى طالعه طريه في منتهى الجمال بعد ما استوت. بصوا بقى القهوه العجوه ما نشفتش مني ازاي، في منتهى الجمال. ان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. بصوا بقى تبارك الله، الكميه دي كلها بنص كيلو دقيق. زي ما انتم شايفين كده حاجه كده عظمه. بصوا بقى طرية ازاي، في منتهى الجمال، وبنص كيلو دقيق زي ما انتم شايفين. وطعمها خطير. اي قرص او معجنات لازم اول ما تطلع من الفرن لازم نغطيها كويس. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تبارك الله. احنا حطينا على فكرة، عشان اقول المقادير تاني، حطينا كوباية من الزيت على السمنة، حطينا كوباية من اللبن، حطينا باكو من الخميرة، وحطينا 3 معالق سكر.